للاسف اطفالنا بيكبروا بيحصل خناقات وخلافات بين الاخوات، وبعدين تلاقي الام بتقول انا ما ربيتكوش على كده. اخ بقى يطمع في اخوه، يطمع في ورث اخوه. نبص كده من طفولتهم احنا ازاي ربيناهم. انا ممكن اكون بدافع عن ابني عشان ياخد مجهود زميله في الفصل، واروح اوصي عليه عشان ينجح ويغششوه في الامتحان. هو لما ابني يغش في الامتحان وهو طفل وينجح بمجهود مش مجهوده، لما يكبر انت حضرتك متوقع ان هو يكون ايه؟ هو اصلا اتربى على ان هو يوصل لاهدافه بمجهود مش مجهوده، وللاسف انا اللي ربيته على كده. بعد كده انا مطلوب مني ان انا اقعد اكلمه بعد كده عن المثاليه وعن ان هو يحب اخواته ويحب الناس لا طب هو انا اللي ربيته من صغره ان هو ينجح بالغش. احنا عندنا انماط سلوكيات وانماط البشر مختلفه ومليئه بالتناقضات. انا كأب او كأم مطلوب مني ان انا اول حاجه بلاش الوم نفسي قوي، نبعد عن اللوم الزايد للنفس. انا مش مطلوب مني اكون ام مثاليه او اب مثالي، انا مطلوب مني اكون ام بحب ابني او بحب بنتي واساعدهم ان هم يفهموا المجتمع، يتكيفوا مع المجتمع، يقدروا ان هم يواجهوا مشاكلهم ويقدروا ان هم يتعاملوا معاها. ان الطفل لما يكبر يقدر يتأقلم في اي تغيرات، انه يبقى متوقع ان هو ممكن يكون لوحده فجأة، يتكيف اذا فقد شخص عزيز، مش اول ما يفقد شخص قريب منه ينهار. انا مطلوب مني ان انا اربي ابني بطريقة يكون فيها قادر على التكيف، قادر على التأقلم، قادر على مواجهة المجتمع بمشاكله، عشان يكون في المستقبل نافع لنفسه ونافع للآخرين. في نهاية حلقتنا النهاردة بطلب من حضراتكم ومن كل أم ومن كل أب إن هو يحب نفسه، ما يضغطش على نفسه. حب نفسك، حب نفسك، حب ابنك، ساعده إن هو يكون شخص واقعي، يقدر إن هو يتكيف مع مختلف تغيرات الحياة ويتعامل مع مختلف أنماط البشر. يا رب تكون حلقتي النهاردة وصلت لحضراتكم معلومة مفيدة. منتظرة دعم حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.